السلام عليكم. دي أول حلقة من برنامج كوتش الغلابة. المفروض إن أنا أبتدي بحماسة بقى وإن أنا أبقى هايبر كده وعندي باور لأنها أول حلقة، بس بصراحة أنا مش قادر، لأن زي ما هو واضح كده أنا بشجع ليفربول وبشجع الأهلي كمان. فالحمد لله في خلال أسبوع واحد قدرت أحقق مصيبتين ورا بعض. أول مصيبة الأهلي عملها كانت يوم الجمعة اللي فاتت، إن إحنا شلنا من صن داونز 5-2 في بريتوريا في جنوب أفريقيا. وجه ليفربول كمل عليها امبارح بقى بالشامبيونز ليج والخساره من ريال مدريد 1-0. وهي دي نقطه النهارده، او هو ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، هو ماتش ريال مدريد مع ليفربول. ناس كتير قوي كان عندها حماسه وان احنا هنعمل ريمونتادا، وعملنا ريمونتادا قبل كده على برشلونه فنقدر نعملها على الريال. وكمان زود عليها بقى ان احنا لسه كسبانين اليونايتد 7-0 واحنا فريق جامد ومش عارف ايه. بس انا الحمد لله ان انا كنت من العقلاء اللي ما فكروش بالطريقه دي نهائي، لان احنا ما نستحقش ان احنا نتاهل، ما نستحقش نعمل ريمونتادا. وهنعملها ازاي؟ احنا شايلين من بورنموث 1-0 اخير الدوري تقريبا، شلنا منه 1-0 بعد ماتش مانشستر يونايتد. فاللي هو انت 7-0 على اليونايتد غريمك التقليدي، ورحت بعد كده شلت من اخير الدوري 1-0. فريمونتادا ايه اللي تعملها على ريال مدريد؟ ريال مدريد هو تخصص الريمونتادات لكن مش احنا. ف مش عايز اطول عليكم في الانترو، ودي اول حلقه زي ما قلنا كده من كوتش الغلابه. فرجاء يعني ما تنسوش تعملوا لايك، تعملوا شير، سبسكرايب، شغلوا جرس التنبيهات، وهيجي لكم كل الجديد بتاعنا ان شاء الله اول باول. فبدون اي رغي كتير خلونا ندخل على طول في اول حلقه من كوتش الغلابه. طيب نيجي لليفربول امبارح واللي عمله قصاد ريال مدريد. وانا اسف لجماهير ريال مدريد لو انا هتكلم اكتر من وجهه نظر الخاصه بليفربول شويه كمشجع ليفربول. بجد انتوا كنتوا خايفين مننا ليه؟ يعني هو ريال مدريد كانت خايفه من ليفربول ليه؟ يعني انا كنت شايف امبارح واول امبارح على السوشيال ميديا والناس بتتكلم بقى ان هو في قلق ان ليفربول تعمل ريمونتادا، ليفربول صحيت بعد ماتش اليونايتد. يا جماعه انتوا ما شفتوش ماتش بورنموث اللي كان في النص ولا ايه؟ احنا شلنا 1-0 لو حد مش واخد باله، يعني شلنا 1-0 من اخير الدوري تقريبا، او حد بيصارع على الهبوط يعني. وكان شكلنا زي الزفت، كانت حاجه تقرف الصراحه. فريمونتادا ايه اللي نعملها على ريال مدريد وفي سانتياغو برنابيو؟ عارف لو كانت في الانفيلد هقول لك فيها، انما في سانتياغو برنابيو مستحيل يعني. فابتدينا الحمد لله بخطه ما فيهاش اختلاف كتير ولا في الدفاع ولا في الهجوم، بس كان فيها نص ملعب احتار فيه الاطباء والله العظيم. يعني يورجن كلوب بيثبت بالتجربه الفعليه ان الموسم السابع ليه مع اي فريق هو بيمسكه هو موسم ضياع، يلا نخربها. فاحنا ابتدينا التشكيله كالاتي: ان احنا عندنا اليسون في حراسه المرمى، قدامه كوناتي وفان دايك، على الشمال روبرتسون، وعلى اليمين ارنولد. قدام عندنا صلاح على اليمين، جابكو كمهاجم، وعندنا داروين نونيز كوينج ليفت. حلو حلو. نيجي لنص الملعب، عندنا فابينو ممتاز، ما بيأديش احسن مستوياته السيزون ده وزي الزفت، بس هو لعيب نص ملعب والسي دي ام بتاعك. جنبه دييجو جوتا. دييجو جوتا اللي انا كمشجع ليفربول والله ما بقيت عارف مركزه الاساسي ايه. هل هو مهاجم؟ هل هو شادو سترايكر؟ هل هو وينج ليفت؟ هل هو وينج رايت؟ فالنهارده كلوب طلع لنا حاجه جديده خالص، وهي انه بيلعب جوتا في نص الملعب كديفندر ثالث بقى، او كريجيستا، او كلاعب مركز 10 صانع العاب، محدش فاهم، بس هو كان في نص الملعب. جنبهم مين؟ جده ميلنر. يعني باجايتش الناشئ اللي لعبته في الماتش اللي فات واتخض واتصدم فانت طلعته تمام. هندرسون، عارفين هندرسون ليه ماتشات بيبقى كويس قوي، ليه ماتشات بيبقى زي الزفت، بس على الاقل ليه ماتشات. هارفي إليوت الولد بيأدي كويس. ميلنر ليه؟ يعني انا عايز افهم ميلنر ليه؟ لحد امتى هيفضل ميلنر بيلعب في ليفربول؟ الحمد لله ان هو مش اساسي، ولكن هو في اوقات كتير قوي بينزل شويه وينج رايت، شويه في نص الملعب، شويه باك ليفت، شويه وينج ليفت، شويه باك رايت، محدش فاهم.
يعني ميلنر هو قدر، حاجه مكتوبه علينا ان احنا لازم نفضل لابسين ميلنر. يا جدعان خلاص، الراجل شطب كوره بقاله 3 سنين او 4 سنين، كفايه بجد، كفايه تكريما ليه، كفايه عشان ما نكرهوش، لان احنا فعلا وصلنا الليفل اللي احنا كارهين ميلنر. لما بشوف التبديل ان رقم 7 في ليفربول بيترفع قلبي بيتقبض، بيجي لي كرشه نفس، بتخنق. فالحمد لله في الشوط الثاني نزلنا تشامبرلين. ياه، احنا كده عايزين نلحق الماتش. تشامبرلين. فاحنا كده عندنا نص الملعب بتاعنا كالاتي اللي موجود بقى في ليفربول بشكل عام. عندنا فابين، وعندنا هندرسون، وعندنا ميلنر، وباجايتش، وعندنا إليوت، وعندنا شامبرلين، وتياجو الكانتارا. تياجو الكانتارا مفيش خلاف عليه. فابينيو مفيش خلاف، ولكنه السنه دي بيأدي واحده من أسوأ سنينه في الكوره من ساعه ما حط رجله جوه نادي ليفربول. ماشي، الراجل برضه قدم كتير، فلما يبقى في وقت هو اوف فيه ما عندناش مشكله، هنستحمله. هندرسون كابيتانو، وليه ماتشات بيبقى حلوه جدا وبتحس ان هو شاب عنده 24 سنه، وليه ماتشات تانية بحس ان هو عنده 40 سنه و60 سنه كمان. فماشي. أليكس أوكسلي تشامبرلين هو لسه بيعمل ايه في ليفربول؟ معلش نسيت يا جماعه، احنا عندنا كمان نبي كيتا. اللي مش فاكر يعني، عندنا نبي كيتا، ده لعيب في ليفربول. من يوم ما جه ما قدمش اي حاجه الحمد لله تذكر. وكمان هو متضايق فقرر ان هو هيمشي، فيلا سكه السلامه، بلاش قرف بجد يعني. فده نص الملعب بتاعنا. تياجو الكانتارا لعيب مفيش خلاف عليه، لعيب وورد كلاس، احنا مقتنعين بده، بس عنده عيب صغير كده ان هو بيلعب ماتشين ويتصاب 9. فتياجو الكانتارا مش هنتكلم عليه يا راجل، الراجل بيتصاب، يعني دي حاجه خارج عن ارادته، بيتصاب. مش هنقول بقى فريق التأهيل ولا العلاج بتاعه بيكون عامل ازاي ولا الجهاز الطبي عندنا عامل ازاي، مش مهم خالص، عادي. هندرسون كابيتانو وراجل قدم كتير قوي للنادي، تمام. ليه ميلنر؟ ليه نبي كيتا؟ ليه اوكسلي تشامبرلين؟ ليه الناس دي؟ ليه ما بنجيبش لعيب نص ملعب؟ انا عايز افهم. ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، وانا مش اول واحد هيتكلم عن الموضوع ده ولا اخر واحد هيتكلم عن الموضوع ده، بس احنا كل موسم انتقالات يطلع لنا يورجن كلوب يقول لك احنا لعيبتنا تمام، احنا مش محتاجين صفقه، وهوب اول ما ينتهي سوق الانتقالات انا اسف احنا كنا محتاجين لعيب نص ملعب. باشا انت محتاج نص ملعب، مش لعيب نص ملعب، انت محتاج نص ملعب. عمالين نعمل تدعيمات هجوميه، حلو جميل، ايه يا باشا، ونص الملعب اللي هيوصل لك بين الدفاع والهجوم. المدافعين انا ما عنديش غير 2 اعتمد عليهم، كوناتي، فان دايك. لا تقول لي ماتيب، ولا تقول لي بقى جو جوميز، ولا ناثانيال فيليبس، ولا اي عك من العك ده الله يرضى عليك. الواحد بقى خلقه هنا من بعد ما كنت بنافس السيتي لمده 4 سنين على الدوري وراس براس، وخدت الدوري بعد 30 سنه، وعملت فريق وبنيت فريق، ها كمل. لا، احنا فرغنا الفريق، فضينا الفريق. فده ليفربول، وده ملخص سريع للي بيحصل في ليفربول. فانت كنت متوقع ازاي بقى ان احنا هنعمل ريمونتادا على ريال مدريد؟ انا عايز افهم. ريمونتادا ايه اللي تعملها بميلنر؟ ريمونتادا ايه اللي تعملها بجوتا في نص الملعب؟ فين الريمونتادا في كده؟ فيرمينو قرر ان هو ينط من المركب، وراجل حقه بصراحه ومشكورا وعلى راسي، الراجل عمل كتير قوي ليفربول، فهيمشي. وماني مشي، فاضلش غير صلاح. حلو، جبت له لويس دياز، وجبت له داروين نونيز، وجبت له جاكبو، وجبت له جوتا قبلهم، كل ده ممتاز. نص ملعبك مين؟ ما عندكش نص ملعب، ما عندكش مدافعين تعتمد عليهم غير فان دايك وكوناتي. ارنولد لازم يتجاب له باك رايت يخوفه. ليه واحد زي كيرن تريبير ما يجيش ليفربول؟ يعني لما نيوكاسل تروح تجيبه من اتلتيكو مدريد انت كنت فين؟ ما هو لعيب انجليزي ومتجرب في الدوري الانجليزي، فكرتش تجيبه ليه؟ عندنا الباك الشمال روبرتسون، لا خلاف عليه لما يبقى في مستواه، وعندك سيميكاس بديل كويس افريج، لما بينزل بيديك 7 من 10 و6 من 10، مش مطلوب منه اكتر من كده كبديل. واحيانا
واحيانا بيديك فوق طاقته ويديك 8 من 10 و9 من 10 ويبقى منفجر في ماتشات. بس قلوب الدفاع ما عندكش غير 2، فواحد يتصاب كل سنه وانت طيب بنشيل قبح. أليسون بيكر حارس عظيم حرفيا، وهو امبارح اللي كان حطك في الماتش لغايه وقت طويل قوي قادر تقف قدام ريال مدريد، ولا كنت هتشيل 5 و6 عادي جدا. يا جدعان يا جدعان ده أليسون كفر فينيسيوس جونيور. ف ماتش امبارح حرفيا احنا عطينا ريال مدريد الماتش وقلنا لهم اتفضلوا. ليه؟ عشان بنلعب بنص ملعب مهترئ مهلهل ليس له قيمه. فاحنا مفيش ريمونتادات هتتعمل، مفيش اي نيله كان متوقع ان هي تحصل من الفريق نازل بالتشكيل ده. حتى اللعيبه كانت بتحاول الشوط الاول، نزلت الشوط الثاني خربانه بقى مش هنجيب جوان، ما هي مقفوله. اللعيبه كلها بقت حاله تراخي وكسل وحاجه تقرف. والله قبل ما اطلع اتكلم كان يمكن عندي شويه تخيلات كده ان انا اتكلم عن تاكتكس واتكلم ازاي لعبنا وازاي كان في محاولات على المرمى وتحركات لعيبه، بس بلح. اول ما فتحت الكاميرا وابتديت اتكلم مفيش حاجه مسيطره على تفكيري غير القرف اللي شفناه امبارح. فحقيقي انا اسف. اتمنى يعني ان انا ان شاء الله الحلقه اللي جايه ان هي هتبقى بعد ماتش الاهلي والقطن الكاميروني اللي هو يوم الجمعه اللي هو بكره بما اني بصور الخميس. فاتمنى ان شاء الله يعني ان الاهلي يصلح ما افسده ليفربول، عشان بصراحه انا قرفان من الجمعه اللي فاتت من الاهلي، جا ليفربول كمل عليا. فاي هوب يعني والله، واتمنى ان الاهلي يغير الفكره دي شويه. مش عايز اطول عليكم واسف لو كنت بتكلم بحده شويه في الفيديو ده، بس حقيقي انا مخنوق فقلت اطلع فضفض معاكم. ودي تبقى اول حلقه في برنامج كوتش الغلابه، وان شاء الله هحاول اعدل فورمات البرنامج عشان يبقى احسن من كده شويه يعني. وفي الاخر يعني لو كملت لغايه دلوقتي فاولا شكرا ليك ان انت كملت يعني، وهطلب منك يعني انك تدوس على زرار اللايك مش هيفرق معاك في حاجه، سبسكرايب، زر الجرس بقى، شير لو تحب. هو مش هيبقى موت وخراب ديار يعني، الواحد مخنوق لوحده، ف اهو يمكن اللايك بتاعك هو اللي يطلع الواحد من القرف اللي هو فيه. انا مصطفى الشاعر ودي كانت اول حلقه من برنامج كوتش الغلابه. السلام عليكم.